ازيكم عاملين ايه؟ هنقول دلوقتي سر خلطة شعر حمدي وفاء. طلعت في فيديو وقالت هقول لكم على سر خلطة الشعر، بس اول حاجة صلوا على النبي كده ويلا نشوف واشتركوا في القناة. اول حاجة حطت روزماري، وبعد كده حطت ورق لورو، وكمان حبة خردل ده اللي بيتعمل منه المستردة، وكمان حطت حبة البركة دي مغذية جدا للشعر، وبعد كده حطت قرنفل ده جامد جدا للقشرة يا جماعة. وبعد كده حطت كمان بذور الكتان، ماشي. وبعد كده حطت بذور الشيا، وبعد كده كمان هتحط كركديه. ما تستغربوش يا جماعه من الكركديه، هي اللي قالت كده طريقتها مش طريقتي. وحطت جوز الهند عشان لقيت جوز الهند الزيت بيخليه يفصل عن بعض، فحطت جوز الهند العادي اللي هو بتاع الاكل ده يعني. وبعد كده هتلخبطهم كلهم على بعض، وبعد كده هتحط عليهم ميه سخنه. حطوا اشتراك يا جماعه ما تنسوش. وبعد كده قلبتهم، حط عليهم بقى ايه الميه السخنه تغطيهم كده وتسيبهم يغلوا على النار. وهو اللي تقول المفروض ان هم يتسيبوا. بعد كده بقى لما يبردوا هتصفيهم في ازازه اللي هي البخاخه دي، وتسيبيهم في التلاجة وتاني يوم تستخدميها. وبعد كده بقى لما تصحي من النوم هتحطيها على شعرك، تبخي بيها كده صبح وليل، نهار وليل. بتقول ان هي كويسه جدا، وبعدين هي مستخدمه حاجه طبيعيه يا جماعه، يعني مش مفيش حاجه هتضركوا اصلا. تمام، انا اصلا هجربها اصلا دي. وبعد كده بقى ايه، هي قررت انها تعمل حنه لاولادها، فهتاخد حبه بدل ما تستخدم ميه للحنه هتستخدم ايه الميه اللي طلعتها دي، يعني حاجه مفيده جدا بصراحه يعني. بس انا مش عارفه الحنه مفيده للعيال ولا لا يعني، بس هي الميه اللي بتستخدم بيها طبعا كلها حاجات مفيده. فهتعجن بيهم بقى ايه الحنه، تمام. وهتفضل تعجن بيهم، وبعد كده هتحطهم على ايه عيالة. اول واحده هتحط عليها ايه وفاء. حطيت طبعا كيس عشان الحنه ما تقعش على الارض، وحطيتها على شعرها، ومسكت خصلة يعني حبة حبة من شعرها كده وايه، وقعدت تفرد عجينة الحنة عليها. وبعد كده حطت كيسة علشان ايه يعني ده غلغل جوه الراس. ومسكت بقى ايه الولد ولد وايه، وعملت له الايه الحنة. وطبعا ما نسيتش يونس طبعا، وعملت له ايه الحنة. يعني مش عارفة هو يونس كويس ليه الحنة برضو ولا لا. وبعد كده غسلت طبعا شعر يونس وهو نزل لون اهو. وبعد كده طبعا هو زعلان وعايز ينام. حطوا لايك واشتراك يا جماعه ما تنسوش. وبعد كده دي النتيجه اللي طلعت على شعر يونس، ماشي. وهي بقى هتغسل بعد كده بقى ايه شعر وفاء، ماشي. وشعر وفاء اهو هتغسله بقى ايه دلوقتي من الحنه. ودلوقتي بعد ما اتعمل من غسلته طبعا هتسيبه ينشف، وتاني يوم بقى هتشوف شعره. هو دلوقتي كده شعر يونس بقى ملون اهو شويه، وشعر بلال، تمام. وبعد كده دلوقتي بقى ايه بتشوف دلوقتي شعر وفاء. وهتعمل دلوقتي مرطب حبة بذور الشيا على الكتان، وحبة خردل، وهتغليهم على النار بحبة مية من الوصفة اللي انتوا عملتوها قبل كده. ده ايه ده ماسك مرطب، ماشي، مش بخاخ يعني. وهتسيبهم يغلوا على النار. وبعد كده اول ما تسيبهم يغلوا بصوا هيتقل معاكوا كده، ماشي. هتصفيهم بقى في ايه قماشة كده او شراب او حاجة نظيفة عندكم يعني، وعشان هو سخن جدا وتصفيه. واول ما تصفيه هتحط الخلاصة بقى اللي طلعت من دي في طبق، تمام. هتحط عليه بقى ايه جوز هند، ماشي، اللي هو كريم او زيت، ماشي. وهيبقى تقيل، ده تقيل الجوز الهند ده اصلا يبقى ان هو كويس. وطبعا هتحط كمان مايونيز. عايزه اقول لكم ان المايونيز ده يا جماعه حلو جدا، اقسم بالله حلو جدا المايونيز. انا ما جربتش الوصفه، بس انا بقول لكم على الحاجات اللي يعني المكونات اللي انا عارفاها يعني. وبعد كده بقى ايه هتقعد تعجنها، وبقى تعجنها كتير 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 لحد ما كلها تدوب. طبعا هتلاقي طبعا حتت جوز هند يعني شويه كده مكلكعه في ايدك، مش مهم تقعدي ايه تدوبيها بايه تفركيها بايدك، خلاص. وبعد كده بقى هتحطيها بقى ايه تفرديها، وتقعدي بقى تقلبيها لحد ما تبقى كويسه معاكي وتبقى سايله خالص. وبعد كده تفرديها بقى ايه هتبقى شبه الكريم. تفرديها على الشعر من ربع ساعه نص ساعه حسب ما انت ايه ما الشعر يعمل معاكي. هي ممكن تنزل ميه عليكي وبعد كده تغسلي ايه شعرك، تمام. وبعد كده هي دي قالت النتيجه اللي طلعت كده هتغسلي شعرك، وهي كده النتيجه اللي طلعت معاهم. يا جماعه قولوا لي انتوا جربتوا الماسك ده ولا لا؟ وحد جربه يقول لي علشان انا كمان عايزه اجربه. بس هي بصراحه مستخدمه حاجات حلوه جدا، وبصراحه وفاء